وكيل حامد حمدان يعلنها. إدارة بتروجيت منحت الزمالك مهلة حتى يوم 1 يناير لحسم بيع حامد حمدان للأهلي خوفا من زعل المسؤولين الزملكاوية الكبار. تعرف على ما سيحدث. على ما يبدو كده ان هناك ضغوط كبيرة من مسؤولين الزمالك على إدارة بتروجيت لعدم التسرع في حسم انتقال حامد حمدان للنادي الأهلي. لذا على حسب كلام وكيل أعمال حامد حمدان هناك مهلة من إدارة بتروجيت إلى الزمالك حتى يوم 1 يناير. في المهلة دي نادي الزمالك يحسم مصيره النهائي، هل عاوز ياخد حامد حمدان ولا لا. لو مش هيتحرك أي تحرك جدي نحو اللاعب بدءا من 1 يناير سيكون هناك مفاوضات حاسمة مع النادي الأهلي لبيع حامد حمدان. لذا في الفترة الحالية سيكون هناك مناوشات فقط ما بين بتروجيت وما بين الأهلي والأندية الأخرى التي تسعى لضم حامد حمدان. وارد جدا بعد يوم 1 يناير لما بتروجيت خلاص يتأكد ان الزمالك مش عايزه، ويتأكد ان المسؤولين الزملكاوية الكبار مش هيزعلوا من رحيل حامد حمدان للأهلي. وقتها بقى ممكن نادي بتروجيت يتنازل عن طلباته المالية المبالغ فيها دي ويوافق على عرض الأهلي لحسم صفقة حمدان.